السلام عليكم احبائي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم اخترت لكم وصفه مقروط الكوشه بالطريقه التقليديه، يجي مرمل ويذوب في الفم. نبداو بسم الله. نحتاج للمقروط عبار سميد يكون متوسط كما راكم تشاهدوا بهذا الشكل. انا درت لكم العبار هذا الصغير، وانتي وما تحبي تكبري العبار. نبداو بسم الله. هنا 3 عبار، هذو 2 عبار وهذا الثالث. نديرو قرصه ملح وعبر تاع ليدام يكون زيت وزبده ممزوجين. الكاس نعمروه بالزبده او المارغرين، واللي يبقى نكملوه بالزيت. بسم الله. نخلطو مليح، نحاولوا ندخلوا ليدام في السميد ونحكوه مليح بيدينا. نحكوه مليح حتى يتشرب كامل السميد ويدخلوا ليدام. نحلوه مليح ومن بعد نخلوه يرتاح. تحبي تخدمي في الليل الصباح تعجنيه، نخلوه يرتاح، تخليه يرتاح. المهم هو قد ما يرتاح يجي مليح ويعطينا نتيجه احسن. انا نخلوه يرتاح حوالي 3 سوايع ومن بعد نخدموه معاكم. بعد ما ارتاح، هذا هو القوام تاعو، شرب مليح ليدام تاعو. وللحشو رايح نحشيه بالتمر او الغرس. التمر كنت عجنته مليح ودرت له 2 مغارف جلجلان محمصين، زدت له نص مغرف صغيره قرفه مع نص مغرف كبيره زبده، عجنته مليح بين يديا وشكلته حربوش باه يسهل عليا في الخدمه. نرجعوا للسميد تاعنا. السميد بعد ما ارتاح نعجنوه او نلموه بالماء وماء الزهر. الماء ومع الماء الزهر لازم ندفوه شويه ونبداو نلموه فيه. عندك سميد قوي تقسمي على 2، تخدمي غير بشويه باه يسهل عليك. نلموه بالماء وماء الزهر حتى يتلم كامل ونقدروا نشكلوه. يكون القوام تاعو هكذايا ويكون طري. على طاولة العمل كما راكم تشاهدوا نحاولوا نديروا حربوش طويل بهذا الشكل، نستوه مليح ونحلوه في الوسط هكذا. الغرس بهذه الطريقه ونغلقوه مليح ونغلقوه. بعد ما حربشناه مليح نحاولوا نستوه مليح كيما هكذا. حنا رايحين نطبعوا بهذا الطبع تاع المقروط، نحتاجوا له وكاين اشكال مختلفه. حنا راح نديروا هذا الطبع راه متواجد عندنا. هذه القطعه هذه نقطعوا بها، نحاول نضغطوا مليح باه الشكل يجي واضح. طبعوا بهذا الشكل كما كنتم تشاهدوا. ونقطعوه بهذه القطيعه، نتبعوا الرشمه ونقطعوه. تبعوا الطابع ونحكموا الحبه نستوها مليح باه تجي مستويه، ولازم غير بالعقل عليها باه الرشمه او
الشكل تاعو ما يروحلوش. نخدمو بهذه الطريقه غير بالعقل، نحطو في السنيوه. نكملو كامل السميد تاعنا بهذه الطريقه. التستاف تاعو يكون بهذه الطريقه باه العقده او الحشو ما يتحرقش في الطهي تاعو. ندوه للفرن بعد ما كنا سخنا الفرن يطيب لمده 40 دقيقه حتى 45، وكل وحده والفرن تاعها. بعد ما طاب هذا هو الشكل تاعو كيما راكم تشاهدوا. تحبوا يكون حمر بزاف زيد تخليه يطيب. نخلوه يبرد تماما ومن بعد نعسلوه. والعسل هو كي يكون راح يتقدم يعسلوه. كي تكون راح تقدميه او تاكليه نسخنوا العسل ونكهوها بشويه ماء الزهر ونعسلوه وتقدموه. هذا هو المقروط تاعنا اللي خدمناه معكم وشفتونا كيفاش درنا خدمناه. يتعسلش حتى كي يكون راح يتقدم نخبوه. نهار اللي يجيوك ضياف وسخني العسل تاعك وجديها عسليه وقدميه لضيافك. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لي جيم واشتركوا في قناتي ليصلكم كل جديد. كيما راكم تشاهدوا هذا هو المقروط تاعنا طريم بالسيس الله عليه. نقسم معكم حبه وتشوفوا القوام تاعو كيما راكم تشاهدوا بالسيس ما شاء الله.